أي حد عايز يتعافى من علاقة بيعمل 3 حاجات. أول حاجة ما بيتابعش العلاقة القديمة خالص، فما تتابعوهوش على السوشيال ميديا بيشير ايه وراح فين وبيصيف فين ومتصور مع مين واكل ايه، لانه خلاص مشي وعايش حياته وانت لسه مسجونة جواه وهو بينسى. فما تتابعوش، عشان كده نعمل حظر بلوك عن كل حاجة. 2، نعيد تقييم العلاقة سلبيا، يعني نفتكر الأيام الوحشة اللي في العلاقة، فيحصل ده ريفريمينج، إعادة إطار إن ربنا نجاني بعد ما أبقى حاسس إن أنا فقدت حب وعمر، ده إن ربنا نجاني عن طريق إعادة الإطار، إعادة التفكير بشكل سلبي. الحاجة الثالثة إن إحنا ننشغل في حاجة فيها إكرام للنفس، إن لنفسك عليك حقا. فاللي عايز يلعب رياضة، واللي عايز يركز في شغله، واللي عايز يعمل أعمال خير، واللي عايز يعبد ربنا، ركز في حاجة يبقى فيها اتشيفمنت، حاجة تجيب لي إحساس بالاكتفاء. ساعتها البني آدم هيتعافى إن شاء الله ونسيه خالص، لأن مش شرط ربنا دلوقتي يوريكي فيه آية وحسبنا الله ونعم الوكيل فتقع على دماغه حاجة وهو ماشي، ولا لا خلاص ممكن يخطب ويتجوز وينبسط. ولو في ظلم حصل نتقابل يوم القيامة. فاصبر إن وعد الله حق، فإما نرينك الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. يا هتشوف في الدنيا آية في اللي ظلمك، يا إما نتقابل عند ربنا بعد ما نموت كلنا.